زمان كنت لما اذاكر حاجه كنت ببقى فاهمها كويس قوي، لكن للاسف بعد فتره بكتشف اني ناسي تلات ارباع المعلومات اللي انا لسه متعلمها. بعد كده اكتشفت ان ده طبيعي جدا، لان اصلا 80% من المعلومه الجديده اللي انت بتتعلمها بتتنسي من الذاكره في خلال اسبوع من تعلمها. طب الحل ايه بقى؟ الحل والسر اللي انا توصلت له هو الاسئله. بمعنى انك لما تيجي تذاكر حاجه معينه غالبا هتلاقي في اخر الكتاب ده اسئله مرتبطه بالموضوع اللي انت ذاكرته، وقتها تحاول تجاوب الاسئله دي لكن من الذاكره بتاعتك. طب افرض اصلا مفيش اسئله في اخر الكتاب، انت بقى اسال اسئله زي مثلا: ايه اكتر حاجه انا اتعلمتها النهارده من الموضوع ده؟ طب ايه المصطلحات الجديده اللي انا عرفتها النهارده وما كنتش عارفها قبل كده؟ الحاجات بقى اللي اتعلمتها النهارده دي هطبقها ازاي في المستقبل؟ لكن اهم حاجه تخلي بالك منها هو انك تجاوب من ذاكرتك، وما تستسهلش وترجع تبص عليها من الكتاب. ده هيسهل عليك ان المعلومه تثبت في الذاكره بتاعتك لاطول فتره ممكنه. قول لنا كده في التعليقات، هل جربت الطريقه دي قبل كده؟ ولو جربتها ازاي فرقت معاك؟